بص يا صديقي، ده اللي قدامك دي مدخل لمغارة مقفول. طبعا واضح ان الصخرة دي محطوطة بالايد حط كده، وادي عندك جرنين جنب بعض اهوت عاملين شكل مجسم. تمام كده، وده اشارات فوق. عندك جرن هنا، جرن هنا، جرن اشارة المغارة، وجرن قبر اللي هو بيقول لك ان القبر داخل المغارة. ده حاجة، ده واحد. تاني حاجة ان في ردم كسر حجارة، وردم مردوم قدام المغارة اهوت. تمام. وطبعا زي ما انت واضح شايف كده، ده حدود المغارة من الخارج بره اهيت. ادي جزئية وادي جزئية وادي جزئية المدخل اهوت، وادي كده. بس طبعا عشان الخور اللي احنا فيه ده في بتاع ده سيول كتيرة جدا، فالمية مأثرة شوية على بعض الإشارات اللي موجودة وعلى الحجارة. طبعا اهو واضح. اها، بص، ده إشارة مربع اهيت، نفس القصة يا ابن عم اهيت، المجسم مع إشارة المربع اهيت. وهذا صديقي الغرفة كاملة مكملة، المغارة كاملة مكملة بحدودها الخارجية. تمام كده، بإشارة المربع اهيت إن في غرفة كده، غرفة مدفنية، يا تحت المغارة يا جوه المغارة. تمام، بمجسم بالإشارات كاملة مكملة يا ابن عمي. ده اللي قدام حضرتك مغارة تغطي بيها فيها قبر، والقبر ده جوه غرفة مدفنية. ده اللي واضح قدامنا من الإشارات اللي موجودة. ده طبعا عشان ال الخور اللي احنا فيه لسه وما زال بيتعرض لسيول كتيرة، وكان معظمه مردوم اهو. تمام، ده تأثير عوامل اللي فاتت قبل كده. ده زي ما انت شايف كده يا صديقي. هنا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.